بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ورحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء من هذا الشهر الكريم، ومن المفترض أن يكون اللقاء قبل الأخير. نختم إن شاء الله تعالى الكلام في كلامنا عن قصص الأنبياء في درس الغد بإذن الله عز وجل إن تيسر. وقبل حقيقة أن نتكلم في درس اليوم وفي قصة النبي الذي بين أيدينا عليه السلام، فقط تنبيه، يعني أحد الإخوة جزاه الله خير مستاء من قضية أصوات النقال أو الأجراس التي تخرج من استقبال الرسائل أو ما شابه ذلك، ومعه حق لا شك أن هذه من الأمور المزعجة، وينبغي حقيقة لنا جميعا أن نتواصى فيما بيننا وأن نذكر بعضنا بعضا بأننا دائما وأبدا نعظم حرمات الله وبيوت الله تبارك وتعالى. معنا في هذا اللقاء نبي كريم قد وصفه الله عز وجل بصفات عظيمة في كتابه الكريم. في حقيقة الأمر هما نبيان، وإن كان بيت القصيد أو التركيز أكثر سيكون على أحدهما، ولكن الكلام عن أحدهما لا بد منه أن نتطرق إلى الآخر. زكريا ويحيى عليهما السلام ذكرهم الله عز وجل في موضعين أو ثلاثة من كتابه الكريم، وكما قلت قد أثنى الله سبحانه وتعالى على هذين النبيين الكريمين. من ذلك قوله تبارك وتعالى: في صدر سورة مريم كاف هاء يا عين صاد، ثم قال سبحانه وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي، إلى آخر الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى، إلى أن بشره الله تبارك وتعالى بولادة هذا النبي الكريم، ابن هذا النبي الكريم يحيى بن زكريا عليهما السلام. كان زكريا عليه الصلاة والسلام يعمل نجارا كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن زكريا كان يعمل نجارا، وهذا يعني نستقي منه فائدة دائما أكررها حقيقة، وذكرناها في دروس ماضية: أهمية العمل، وأن يجد الإنسان وأن يجتهد في إصلاح دينه أولا وفي إصلاح دنياه، لأن الإنسان إذا لم يصلح دنياه بما تعينه على إصلاح دينه سيقع في عنت. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بأن ننتشر في الأرض وأن نبتغي من فضله سبحانه وتعالى، وأن نعمل وأن نكسب الحلال وأن نأكل من الحلال وأن ننفق من الحلال، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وهكذا كان أنبياء الله ورسوله. فهنا زكريا عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يعمل نجارا وكان يكسب قوته من عمل يده صلوات الله وسلامه عليه. وقعت مصاهرة بين آل زكريا وآل عمران، هاتان الأسرتان المباركتان اللتان أشار إليهما القرآن الكريم في سورة آل عمران: إن الله اصطفى نوحا وإبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فهذه الأسرة المباركة عمران، وهو عمران كان بينه وبين كما قلت آل زكريا مصاهرة، وذلك أن عمران وزكريا عليه السلام قد تزوجا من أختين،
قد تزوج من أختين، كما نقول يعني باللغة العامية عدايل، قد تزوج من أختين صالحتين. ثم بعد ذلك توفي عمران وأنجبت أخته وأنجبت امرأته مريم، وهي مريم ابنة عمران عليه السلام. فتنازع بنو إسرائيل في كفالة مريم، من يكفلها؟ فتنازعوا، وهذا أيضا لن أذكر تفاصيله لأنني سأرجئه إلى درس الغد بإذن الله عز وجل عندما نتكلم عن قصة عيسى صلوات الله وسلامه عليه. أيضا لزاما علينا أن نذكر قصة مريم بشيء من التفصيل، وكيف وقعت القرعة، ولماذا اقترعوا بنو إسرائيل. سنرجئ كل هذه التفاصيل درس الغد بإذن الله، لأنه يكون مناسب أكثر لأنها هي أم عيسى عليه السلام، فسنرجئ التفاصيل لكن بشكل عام ومختصر، لأن أيضا له علاقة في قصة يحيى وزكريا، لأن يحيى وزكريا هما ابني خالة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج عندما رأى في السماء الثانية رأى ابني الخالة يحيى وزكريا عليهما السلام. فالقصة متداخلة، لكن أنا أحاول حقيقة أن أفصل نوعا ما، لكن الأحداث التي لا بد من ذكرها لتتضح أحداث هذه القصة سأذكرها، أما التفاصيل فسأجعلها في محلها. فأنا نتكلم عن قصة مريم بالتفصيل، سنرجئها إلى غد كما قلت لكم، ولكن الذي يهمنا الآن في قصة يحيى وزكريا ما يتعلق بمريم أن مريم انتقلت إلى كفالة زكريا، هذا الذي يهمنا. كيف؟ سنذكره غدا. انتقلت إلى كفالة زكريا بعد وفاة أبيها عمران. كان زكريا نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، نبي طبعا صالح يعبد الله عز وجل، وله محراب يعني مثل الصومعة أو مكان منعزل يتعبد الله تبارك وتعالى فيه. ثم جعل مريم عليها السلام التي نذرتها أمها لخدمة بيت المقدس، ثم قدر الله عز وجل أن تكون ابنة ولا تكن ابن، يعني تكون أنثى ولا تكن ذكر، كما قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى، يعني في الخدمة. كانت عابدة صالحة وولية من أولياء الله الصالحين، فأعطاها الله تبارك وتعالى هذه الكرامة، وهي كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. العجيب إذا أتاها بالصيف يجد عندها فاكهة الشتاء، وإذا أتاها في الشتاء وجد عندها فاكهة الصيف. أمر عجيب. أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله. وهذه كرامة، ليس أنها نبي، لأن قلنا في درس سابق ما قرره العلماء أنه ليس هناك نبية امرأة، من شروط النبوة الذكورية يكون ذكرا، لكن هي ولية، هذه كرامة من كرامات الله عز وجل. والكرامة عند أهل السنة والجماعة أمر مقبول لمن حسنت سيرته وولايته، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقه أنها كرامة من عند الله حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، لأنه ممكن يكون مشعوذ، ممكن يكون خبيث، تحمل الجن والشياطين ممكن. أنا رأيت رجل بأم عيني في برنامج تلفزيوني وهو يطير في الهواء أمام الملأ، يطير في الهواء ويتمشى بعد في الهواء قاطعا للجن. هذا لو انت حواليه وتقرأ المعوذتين أو آية الكرسي سقط على أم رأسه، ما في روح تعالى يعني. فهذا ممكن يكون يعني، واللي يمشي على الجمر أو يضرب بالأشياش، كل هذا جن وشياطين وشعوذة، ليست بكرامة. لأنك لو عرضت أمر هؤلاء المشعوذين الدجالين على الكتاب والسنة لاشتعل رأسك شيبا من زندقتهم وضلالهم، ربما لا يركعون لله ركعة،
ربما لا يغتسلون من الجنابة، ربما لا يقرؤون شيئا من القرآن، ومنغمسون في الكبائر والموبقات بل والكفر والزندقة، ثم يقول كرامة. أي كرامة؟ هذه أمور شيطانية. إذن الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على من يشاء من عباده إكراما له. كان يكون في ضيق فيفرج ضيقه، يكون في كرب فينفس كربه، وهذا وقع يعني في تاريخنا الطويل، وقع كثيرا يعني كرامات. توقعت لعمر يا سارية الجبل، معروفة. سارية هو رجل كان قائد لجيش أرسله عمر ليقاتل، ثم حوصر هذا الجيش وكشف الله الحجب لعمر، كرامة له. فقال يا سارية الجبل، أي تحصن بالجبل لئلا يلتف خلفك أعداؤك. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما شرب السم قبيل معركة اليرموك الشهيرة المعروفة، أظن عقبة بن نافع لم تخن الذاكرة، الذي مشى بالخيل على الماء مع جند الله المسلمين. هذه كرامات ممكن تقع. إلى يومنا هذا هناك من يعني من الصالحين والأخيار من يجري الله تبارك وتعالى لهم كرامات ظاهرة. فالمقصود أن هذا ليس شرطا، يعني لا يشترط أن يكون ولي لا بد أن تكون له كرامة. هذا أهل البدع، هذا كلام أهل البدع. أهل السنة لا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خير الأمة، ما نعلم له كرامة ظاهرة خارقة للعادة. يعني هل معنى ذلك أنه ليس بولي؟ أبدا. فالمقصود أن الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على من يشاء لعباده، لأوليائه الصالحين، من حسنت سيرته وصح اعتقاده. فهذا من جنس الكرامات التي أجراها الله تبارك وتعالى هذه المرأة الصالحة الولية من أولياء الله تبارك وتعالى، العابدة المنقطعة لعبادة الله تبارك وتعالى. فعندما رأى زكريا عليه السلام ما جرى لمريم عليه السلام من أن الله يعطيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فكأنه رجع إلى نفسه وكان يتمنى الولد عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. كان مقصوده من هذا الولد هذه النية الصالحة، لأنه خشي كما قال الله تبارك وتعالى وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. خاف زكريا عليه الصلاة والسلام أنه بعد وفاته تختلف بنو إسرائيل، وليس في مواليه يعني في عصبته من أبناء عمومته ليس هناك من له القدرة على القيام بالدعوة وسياسة بني إسرائيل، فخشي أن يضيع قومه، فسأل الله عز وجل أن يرزقه ولدا صالحا يرثه. وقلنا هذا الميراث ميراث العلم والنبوة، كما قال الله عز وجل وورث سليمان داود، أي ميراث العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إنما ميراثهم العلم. فكانت هذه نيته، ليس نيته التكثير وليحمل الاسم كما يقول بعض الناس فقط، لا، نيته أن يخرج الله عز وجل من صلبه نسمة مباركة توحد الله، تعبد الله، تكثر سواد المسلمين، تعين على نشر دين الله عز وجل، يكون له ذخرا بعد وفاته ومماته، كما بين صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو لك أو له. فهذه كانت نيته صلى الله عليه وسلم. فكأنه تنبه أن الله يرزق هذه المرأة الضعيفة الوحيدة بهذا الرزق المبارك، فما المانع أن أدعو الله عز وجل وإن كنت قد بلغت من هذا العمر، كأنه يقول لنفسه هذا الكلام، وإن كنت بلغت من العمر هذا المبلغ. قيل كان في 70، لكن رجح ابن كثير رحمه الله أنه كان قال والأشبه أنه يكون أكبر من ذلك، لأن في 70 ليس كبيرا، أناس في 80 و90 وينجبون أولادا.
مما أتاه الله فحولة، من الناس كذلك. فالذي يظهر والله أعلم أنه كان قد بلغ أكبر من ذلك. وما المانع أن تكون زوجته امرأة في الأصل هي عاقر، يعني لا تلد، ومع ذلك هي الآن أيضا بلغت من العمر عتية، فاجتمع عليها الأمران: كبيرة في السن انقطع حيضها، وأيضا هي في الأصل هي عاقر. فإذا لم تلد في شبابها ولم تحمل في شبابها فهذا أمر يكون مستبعد في حال كبرها. ولكن مع هذا كله كأنه يقول: ما المانع؟ وليس على الله بعزيز أن يرزقني الولد والذرية بعد هذا العمر، بعد أن بلغت من الكبر عتية، وبعد أن اشتعل الرأس شيبة، وامرأتي عاقر، وأيضا بلغت من العمر ما بلغت، وانقطع حيضها وطمثها. لكن كل ذلك لا يعجز رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فدعا الله عز وجل وخلى بمحرابه ودعا الله: يا رب يا رب يا رب، كررها 3. فقال الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء: قال لبيك لبيك لبيك. رب العزة والجلال يقول له لبيك. حتى تتصور هذا الأمر وعظم وقعه في نفسه، أنت الآن تصور أنك ذهبت إلى شخص وجيه ذا منصب وذا وجاهة، من إذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا وعد أوفى. هناك من الناس هكذا. فذهبت له وقلت له: يا فلان أبي الفزعة، وقال لك: أبشر بسعدك. شو يصير فيك؟ تنشرح أساريرك، صح، وتنبسط وتتفاءل وتشعر سبحان الله بأن الغمة التي أنت فيها قد انجلت. طيب، ولله المثل الأعلى. فكيف إذا كان هذا القائل ملك الملوك ورب الأرباب وقيوم السماوات والأرض الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول له لبيك لبيك لبيك، إنه قال 3: يا رب يا رب يا رب. فاستجاب الله عز وجل له، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ذرية صالحة وأن يجعله راضيا مرضيا، فاستجاب الله عز وجل لدعائه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا ذكره الله عز وجل في سورة الأنبياء. هناك آيات تقريبا يعني في آخر السورة، في خواتيمها، قبل خواتيمها، ذكر الله عز وجل أحوال الأنبياء، آيات عظيمة. أنا أنصح حقيقة كل من نزل به خطب أهمه أمر، أحزنه أمر، آلمه أمر، كتاب الله كله شفاء، ولكن القرآن يعني يتفاضل من وجوه، يتفاضل من وجوه الموعظة، يتفاضل من وجوه الأحكام الشرعية، يتفاضل من وجوه القصص، ففيه تفاضل. يقرأ هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل ابتداء من قصة أيوب ثم يونس عليه الصلاة والسلام، ثم مرورا بقصة زكريا عليه السلام، يعني آيات مختصرة، لكن سبحان الله تجد أنها يعني كالبلسم على القلب، دعاء والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فيأتي الجواب: فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له. سبحان الله. فهنا كذلك قال زكريا كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعا الله عز وجل يرزقه الولد، قال سبحانه وتعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. قال العلماء: وأصلحنا له زوجه، أي أن زوجته كما قلنا كانت امرأة كبيرة لا تحيض،
وانقطاع الحيض دليل على أن المرأة أصبحت عقيما لا تلد. فقوله تبارك وتعالى وأصلحنا له زوجه، قال أهل التفسير أي جعلناها تحيض مرة أخرى، لأن كما قلنا مرارا وتكرارا الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه فجعلها تحيض مرة أخرى لتكون مهيئة لأن تحمل هذه النطفة. قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم، أي هذه الأسرة وهذه الطائفة المباركة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستجاب الله له ووهب له، أو استجاب الله له وقال له بأنني سأرزقك هذه الذرية. فقال زكريا عليه السلام قال يا ربي أعطني علامة أعرف بها أن زوجتي قد حملت. فقال له الله تبارك وتعالى آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. آيتك، علامتك التي تعرف بها أن زوجتك حامل وقد علقت، هي أنك تكون في كامل صحتك وسلامة جوارحك وبدنك، فجأة لا تستطيع أن تتكلم، ما فيك شيء، ليس بك بأس، مرض صحيح، لكن تصبح في الصباح لسانك يمسك عن الكلام. إذا أمسك لسانك 3 أيام لا تستطيع الكلام إلا رمزا، يعني إذا أردت أن تعبر عما تريد إما إشارة أو كتابة، عندها لتعلم أنه قد علقت زوجتك وقد تحقق الحمل في بطنها. وفعلا مرت الأيام وأتى هذا الوقت المحدد وأصبح زكريا عليه السلام وإذا به قد امتنع، أصابه السكوت ولم يستطع أن يتكلم، فعلم عليه الصلاة والسلام أن زوجته قد حملت بهذا الحمل المبارك. ثم بعد ظهور له هذه العلامة، وكيف أن الله عز وجل قد استجاب له دعوته صلوات الله وسلامه عليه، بادر إلى شكر الله عز وجل والثناء عليه وحمد الله تبارك وتعالى أن من عليه بهذه النعمة. وهذا كما قلنا أيضا مرارا وتكرارا، دائما تجد الأنبياء إذا من الله عليهم بهذه النعم أو جدد لهم هذه النعم يسارعون إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى، بل خرج على قومه وهو يأمرهم أن يسبحوا بكرة وعشية، أن يسبحوا الله عز وجل في الصباح والعشي في آخر النهار. وكانت وسيلة التفاهم بينهم أنه كتب لهم كتابة ما يريد أن يفعلوه بأن يسبحوا ربهم بكرة وعشية، كما قال الله عز وجل فخرج على قومه بعد أن ظهرت له العلامة، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فأوحى إليهم ولم يقل فأخبرهم لأنه لم يكن يستطيع الكلام، إنما أوحى إليهم إيحاء ما بكتابة أو بإشارة صلوات الله وسلامه عليه. بشره الله عز وجل بيحيى، وقد وصف الله عز وجل يحيى بصفات عظيمة، منها أن الله تبارك وتعالى آتاه الحكم صبيا، وذلك كما قال العلماء كان يحيى عليه الصلاة والسلام منذ نعومة أظفاره والحكمة تتدفق منه تدفقها، حتى إنه في يوم من الأيام جاءه غلمان وسألوه أن يلعب معهم فأبى أن يلعب معهم، وقال إن الله عز وجل ما خلقنا لنلعب وإنما خلقنا الله عز وجل لعبادته. ليس معنى ذلك أن اللعب حرام، لا، إنما هذا لكمال هذا الرجل أو لكمال هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله عز وجل يهيئه لأمر عظيم أن يتحمل عبء هذه الرسالة وهذه النبوة. كذلك وصفه الله عز وجل بقوله وحنانا من لدنا، أي ورحمة عليه من الله عز وجل، وزكاة أي تزكية، زكاة لقلبه وطهارة نفسه،
وكان تقيا، كل هذه صفات ليحيى عليه السلام، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، هذا أيضا صفات مدح له أنه كان برا بوالديه. ثم قال الله عز وجل: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ابن كثير له كلام جميل لكن طويل طبعا ما أستطيع أن أقوله لكم، لكن خلاصته يقول أن الله عز وجل من على هذا النبي الكريم بالسلام، وسلام عليه، سلام يعني سلامة له من الآفات والشرور. ثم خص الله عز وجل هذه المواطن الثلاث لأن في هذه المواطن الثلاث أضعف ما يكون الإنسان وأحوج ما يكون الإنسان لعناية الله الواحد الديان. تأمل في هذه الآية: وسلام عليه يوم يموت، يوم ولد، يكون ضعيفا لا حول له ولا قوة، تقلبه الداية ويقلبه الناس بين أيديهم تقليبا، فيحتاج إلى عناية الله عز وجل. فوعده الله تبارك وتعالى بأن يسلمه من الشرور والآفات في هذه اللحظة، وهي مفترق طرق أن ينتقل من بطن أمه إلى عالم الدنيا. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم يموت. وهذا أمر ظاهر أن الإنسان في لحظات احتضاره أحوج ما يكون إلى ربه أن يرحمه سبحانه وتعالى. ثم قال: ويوم يبعث حيا، أيضا في ذلك اليوم العظيم. كل الناس يحتاجون إلى رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى أن يسلمهم من عرصات ومن أهوال ذلك اليوم العظيم. فهذا أيضا من فضائل هذا النبي الكريم أن الله عز وجل قد أعطاه هذه المنح الربانية العظيمة. أيضا قال الله تبارك وتعالى في مدح يحيى في آية أخرى، قال: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا من السؤدد، وكانت السيادة فيهم يسودون الناس، وهذه منة من الله تبارك وتعالى، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. الحصور ذكر ونقل في كتب التفسير أن معنى الحصور هو العنين، والعنين الذي لا يقوى أو لا يستطيع أن يطأ النساء، يعني لا تقوم مهمته لوطئ المرأة. وهذا حقيقة فيه نظر، لأن هذا ذم وقصور وليس بمدح وثناء، بل كما تعلمون في كتب الفقه أن المرأة لها الحق أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها عنينا، إن هذا مما يعكر صفو الحياة الزوجية ويذهب بعض مقاصدها. هي لها حق في هذه القضية، في هذا الأمر. فإذا كان زوجها لا يستطيع أن يطأ عنينا فهذا مما يعكر ويذهب مقصدا من مقاصد الزواج، فلذلك لها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي فيقضي القاضي بطلاقها أو بخلعها. فهذا إذا ليس المقصود بالحصور العنين، إنما المقصود بالحصور والله أعلم هو العفيف الذي يترفع عن هذه الفواحش والمنكرات. فأيضا هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على هذا النبي الكريم. يحيى عليه الصلاة والسلام أمره الله تبارك وتعالى كما روى ذلك الإمام أحمد وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى ابن زكريا ب5 كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. إنه نبي يبلغ عن الله عز وجل، وكاد أن يبطئ، يعني نوعا ما تأخر في تبليغ هذه الكلمات ال5 لبني إسرائيل. فقال له عيسى، لأن عيسى ويحيى كانوا في زمن واحد وكلاهما نبي عليهما السلام، فقال له عيسى ابن خالته عليه السلام: إنك قد أمرت ب5 كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن، يعني إما أن تبلغ أو أبلغ حتى نقيم حجة الله على عباده.
فقال له يحيى: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال عليه الصلاة والسلام: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى يبلغهم، حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف، يعني مكان مرتفع كالمنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل أمرني ب5 كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. ما هن ال5 كلمات؟ أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، هذه دعوة جميع الأنبياء، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما الذي نريده من البشر؟ أن يعبدوا الله، وماذا؟ وبس، فقط. هذا الذي نريده من البشر، أن يعبدوا الله، أن يوحدوا الله، وأن يكفروا بالطاغوت، وأن يدعوا الشرك ووسائله، وأن يفردوا العبادة لله رب العالمين. قال: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق، الورق يعني الفضة، بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ يعني يبين لهم مثل، يعني يقول الذي يشرك بالله عز وجل مثل واحد اشترى عبد خادم ودفع عليه فلوس مال وذهب، ثم بعد أن اشتراه بهذا المبلغ الكبير جعل هذا الخادم أو العبد يعمل، ثم ثمرة عمله يدفعها لغير سيده. واضح؟ أنت خادم، أنت تدفع عليه وهو يخدم غيرك، ما يصير. قال: مثل هذا كذلك الله عز وجل خلقك ورزقك وشق سمعك وبصرك، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم تعبد غيره، هذا هو الجحود. قال: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال: الثانية: وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. قال: والثالثة: وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة بالعامية بقشة، صرة من مسك في عصابة، كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الرابع: وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال: أي الأسير حتى يفتدي نفسه، قال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وهذا جاءت حديث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته تبين ذلك، أن الإنسان إذا اعتق يعني عبدا فعتق الله عز وجل كل عضوا منه من النار. فالصدقة تطفئ غضب الرب، والعبد يكون في ظل صدقته، والذي يبخل هو يبخل عن نفسه ويبخل على نفسه، فلذلك حثهم على الصدقة. ثم قال في الخامسة: قال: وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. وصايا ذهبية، وصايا تكتب بماء العين، ولا عجب أن هذا كلام نبي، وكلام الأنبياء وحي من الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمعلق على هذه الكلمات التي نقلها أو أخبرنا أن يحيى عليه السلام قالها، قال عليه الصلاة والسلام: وأنا آمركم، يعني معاشر المسلمين، وأنا آمركم ب5 الله أمرني بهن بالجماعة، يعني أن تجتمعوا ولا تتفرقوا. ويقول لك الآن أحزاب وجمعيات سياسية وكلام فاضي، لا صلاح للبلد إلا بالأحزاب، لا الفساد للبلد إلا بالأحزاب. وش نجري من الأحزاب غير الفساد والدمار والتناحر؟ احنا الحين ما عندنا أحزاب ومتناحرين، ولا ايش رايكم؟ ولا مو متناحرين؟ احنا متناحرين على كل شيء، متناحرين. انتخابات جمعية نتناحر، انتخابات أندية رياضية نتناحر، مجلس أمة ذبح، كل شيء نتناحر عليه. ويبون يزيدون الطينة بالله، يقول لك أحزاب.
أي أحزاب يا أبو أحزاب؟ لا تجوز الأحزاب، حرام حرام. نصوص في الكتاب والسنة كثيرة جدا جدا جدا، والذي يقول خلاف هذا الكلام أقول له يا أخي قف وراجع الكتاب والسنة، لن تجد حرفا واحدا يجيز الأحزاب، بل في المقابل ستجد عشرات النصوص من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تنهى عن الأحزاب. بل وصف الله عز وجل المتحزبين المتفرقين، جعل الله عز وجل هذه الصفة، انتبه، جعلها الله عز وجل صفة من صفات الكفار. هذا مو كلامي، هذا كلام الله عز وجل. اسمع ما يقول ربك: ولا تكونوا من المشركين. المشركون كفار ولا مسلمين؟ كفار لا شك. ولا تكونوا من المشركين، ما هي صفتهم؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا الواقع. حزب ديمقراطي، حزب مدري شنو، حزب ليبرالي، حزب يقول لك لا، لن تتقدم حتى تشهر الأحزاب. نقول أنت إذا شهرت الأحزاب فكبر على البلاد والعباد 4. نسأل الله أن لا يأتي هذا اليوم. قولوا آمين يا جماعة الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هكذا، بل يزيدنا ترابطا ووحدة واجتماع الكلمة ووحدة الصف. والتفرقة والأحزاب جماعات سياسية وتطاحن في البيت الواحد، إخوان ما يتحاجون. في البيت الواحد إخوان ما يتحاجون. أعرف أسرة والله قد أتى عليهم قرابة السنة أو تزيد والأخ لا يكلم أخته أو أخاه. هذا بعد مو أحزاب عشان بس انتخابات مجلس أمة، وهو رشح، وهو انتخب مرشح وهم انتخبوا مرشح آخر، ويقول لي يبي أحزاب. كلام فاضي. عقل 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 ما في ترى. وهذا لا يعني ما تكون، خلي تكون انتخابات، شو المشكلة يعني؟ الصحابة كان فيهم انتخابات. عثمان رضي الله عنه كيف اختير؟ بانتخابات. عثمان مو اختير بانتخابات. 6 للشورى، انسحبوا 3، باقي 3. انسحب عبد الرحمن بن عوف، بقي عثمان وعلي رضي الله عنهما، وخلوا الأمر حق عبد الرحمن بن عوف. يعني مثل ما تقول كأنه هو لجنة انتخابات، قال يبقى أنت بمشيرها ومديرها. راح استشار بيوتات المدينة 3 أيام كما في مسلم الإمام أحمد، فما وجد أحدا يعدل بعثمان. قال أبسط يدك بايع وانتهت المشكلة. بعد ليش أحزاب؟ يعني ما تصير انتخابات إلا بأحزاب؟ مو صحيح. فلذلك لا نقبل هذه الدعوة ولا تقبلها أبدا، وإياك أن تروجها. وكل هذه الأمور لابد أن تكون منضبطة بنصوص الكتاب والسنة. كل شيء. احنا مسلمين عندنا فلتر. ما هو الفلتر؟ الكتاب والسنة. كل شيء لا بد أن يمرر عبر بوابة الكتاب والسنة. فما قبله الكتاب والسنة حي هلا وعلى الرأس والعين، وما رده الكتاب والسنة نرده ولا كرامة، لأن الله عز وجل هو الحكم. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فلذلك نعود مرة أخرى أقول: قال لهم صلى الله عليه وسلم وهو يوصيهم، هذه وصايا وأكد عليها لعظمها صلى الله عليه وسلم، قال: أوصيكم أو أمركم بالجماعة. ثم قال: والسمع والطاعة. لا بد من السمع والطاعة في المعروف طبعا، لأن عبد الله بن عمر ماذا يقول؟ قال: لا دين إلا بجماعة. يعني ما تقدر تقيم الدين وشرائع هذا الدين إلا في جماعة حتى يقيموا هذا الدين.
من صلاة وصيام وحج وجهاد شلون تقيم الدين؟ قال لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. عندك جماعة وما لهم إمام، شلون يصيرون جماعة؟ ما في منطق، ترى عقل ما في. ولا إمام إلا بسمع وطاعة. حطيت أمير وإمام وما له سمع وطاعة، وش خان تعيل؟ وش فايد تعيل؟ لكن هذه السمع والطاعة يكون إيش؟ بالمعروف. فإذا أمرك بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة. ولكن أيضا لاحظ، ما تركك الشرع هكذا، حتى لو أمرك إمامك أميرك حاكمك من في عنقك له بيعة، حتى لو أمرك بمعصية تقول له لا سمع لك ولا طاعة، ولكن أيضا لا يجوز لك أن تنزعن يدا من طاعة. لاحظت؟ مو فعل الخوارج التكفيريون إذا وقع الإمام أو الحاكم في معصية خرجوا عليه ورفعوا عقيرتهم، فيقع الفساد والهرج والمرج بين العباد. هذا فساد، هذا منهج مبتدع. منهج السنة والجماعة الطائفة الحق المبني على النصوص من الكتاب والسنة أن القضية وسط، لا إفراط ولا تفريط. أنت بايعت من استتب له الأمر وتولى عليك، في عنقك له سمع وطاعة، ما لم يأمرك بمعصية. أمرك بمعصية لا تسمع له هذه المعصية، ولكن أيضا لا تنزعن يدا من طاعة. إلى متى؟ حتى ترى كفرا بواحا. بواحا يعني لا يختلف فيه اثنان، كفر واضح حكم العلماء عليه أنه كفر، هنا قد سقطت ولايته. والمسألة تحتاج تفصيل أكثر، لكن هذا إيش؟ هذه يعني رؤوسها. فالمقصود انظر كيف أكد عليه صلى الله عليه وسلم، قال والسمع والطاعة، قال والهجرة يعني من بلاد الكفر بلاد الإسلام، قال والجهاد في سبيل الله، قال فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر، قال فقد خلع ربق الإسلام يعني حبل الإسلام من عنقه. هذا فعل الجاهلية، هذا فعل الجاهلية. ولذلك جاءت النصوص بالوعيد الشديد لمن نزع يده من طاعة، ولمن خلع بيعته، ولمن فارق الجماعة، ولمن شق عصا الطاعة. أحاديث كثيرة قد تصل إلى درجة قتله، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتاكم وأمركم جميع يعني مجتمع، يعني أراد أن يفرقكم، قال فاقتلوه كائنا من كان. لماذا؟ لأن المصلحة الكبرى مقدمة على المصلحة الصغرى، وهنا في مصلحة كبرى وهي حفظ كيان الدولة مقدمة على حفظ مصلحة هذا الفرد. فنصوص واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار، ولا بد على المسلم أن يلتزم بهذه النصوص. قال إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، أي من يعني حطب جهنم أو مما تسعر به جهنم والعياذ بالله. الشاهد أن هذا يعني مما ذكره يحيى عليه الصلاة والسلام. أخيرا قتل يحيى السيد الحصور عليه الصلاة والسلام، وكان قتله مؤلما، وذلك أن ملكا في زمانه عليه الصلاة والسلام أراد أن يتزوج من امرأة من محارمه، مرة من محارمه، أخته، أمه، عمته، خالته، ما أدري، الله أعلم عاد، لكن من محارم المهم. فكان معجبا بها، فتن بها، فقال طيب يعني نستشير يحيى عليه السلام، هذا النبي يجوز ما يجوز. فعندما دعا يحيى عليه السلام واستشاره وقال يحرم عليك، ما يصير، هذه من محارمك. فترك هذا الملك زواج هذه المرأة، ولكن النساء كيدهن عظيم. جاءت هذه المرأة إلى هذا الملك في لحظة خلوته وتهيأت له كفلقة القمر،
ثم قالت له: سأعطيك ما تريد، ولكن لن يكون بيني وبينك ارتباط ولقاء أو زواج إلا أن تدفع مهري. قال: ما هو مهرك؟ قالت له: رأس يحيى. شوف هذه شيطانة. الملك خاف وتردد وقال لها: أو غير ذلك، يعني غير بدلة شوي، فلوس، ذهب، قصور، لكن هذا الطلب صعب. فقالت له: أبدا، ما هو إلا ما سمعت، مهري رأس يحيى. فقتل عليه الصلاة والسلام. بعث هذا الملك الضال المجرم من يقتل هذا النبي الكريم، فنحر نحرا من الوريد إلى الوريد، وحمل رأسه في طست، في إناء، وأنقع هذا الرأس الشريف المبارك بدمه، فحمل إلى هذه المرأة البغي. تكمل بقية الرواية أنها بمجرد أن رأت هذا الرأس، رأس يحيى السيد الحصور، هلكت من ساعتها، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فقتل بهذه القتلة الشنيعة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر ليس بغريب عن بني إسرائيل، فهم قتلة الأنبياء والمرسلين، بل لم يتورعوا من تطاولهم على مقام الرب جل في علاه. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقالوا بعد ذلك: إن الله فقير ونحن أغنياء. شوفوا الكفر والفجور من قبل هؤلاء. فمن عرف سيرتهم وسمر أحوالهم ووقف على جرائمهم لا يستغرب حقيقة، وإن كانت حادثة مؤلمة، أن ينحر رأس نبي من الوريد إلى الوريد ويقدم مهرا لبغي، ظلمات بعضها فوق بعض. فقتل عليه الصلاة والسلام وكان شابا يافعا، يعني قتل قبل موت أبيه زكريا، قتل في الثلاثينات من عمره أو قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم أيضا كانت نهاية أبيه زكريا عليه الصلاة والسلام أيضا قتلته اليهود، أيضا قتلوه، وذلك لأنهم كما سنذكر في درس الغد بإذن الله عز وجل، عندما حملت مريم عليه السلام هذا الحمل من نفخ جبريل عليه السلام في درعها، كما سنذكر تفاصيل ذلك في درس الغد، وهي لم تكن ذات بعل، فاتهموها، عليهم من الله ما يستحقون. اتهموا هذه المرأة العابدة الزاهدة الشريفة العفيفة، اتهموها. ثم اتهم بعضهم زكريا بهذا الحمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما نقول هؤلاء سبابة الصحابة يتهمون عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، المسألة ليست بدعا من الأمر، المسألة لهم سلف. كيف اتهم سلفهم اليهود هذه المرأة الشريفة الطاهرة اتهموها بالزنا، فكذلك خلفهم، ولبئس الخلف وبئس السلف، كيف يتهمون الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها بالفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. فقتلوا زكريا لأنهم اتهموه بأنه وقع على مريم وحاشاها عليه الصلاة والسلام، وكان بذلك هذه النهاية المؤلمة لهذين النبيين الكريمين. نقف عند هذا بإذن الله عز وجل، ويكون لنا الكلام إن شاء الله في الدرس الأخير في درس الغد، عندما نتكلم عن قصة عيسى عليه الصلاة والسلام. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.